اسمك؟ عاصم علي بن علي. كم عمرك؟ 36 سنة. ايش تعرف عن عملية سرقة البنك اللي في حي عبد العزيز؟ والله اتصل بي قبلها زيد بن زيد بيوم، رحت له قال لي معانا موضوع 1 2 3 بنروح يسمونه استعراء بنك على اساس اليوم الثاني الصباح. تمام قلنا له تمام. لما اليوم الثاني الصباح جيت انا لعند بيت زيد، تلبسنا هناك، انتظرنا تلفون من الجماعة أصحابه الطلب الثاني. لما اتصلوا بزيد تحركنا على طول. انت ايش كان مهمتك؟ ثبتنا الحارسي. ايوه. هم دخلوا يفتشوا ذا، ولما تقريبا 3 و4 دقائق قالوا يلا خرجنا. خرجتوا وانسحبتوا من الموقع. وبعدين ايش حصل؟ روحنا. وفي البيت ايش حصل لما روحتوا؟ ماش معكم فلوس؟ قالوا ماشيين بعدين مع الليل، قال روحنا بدلنا الثياب اللي معنا وسخناها بيت زيد وروحنا. اسمك؟ قيس سالم سعيد. وين تسكن؟ دار سعد. كم عمرك؟ 24. ايش كانت مهمتك في الغلق على البنك؟ مدرس. وايش كنتم لابسين لما دخلتوا البنك؟ ميري أرغش. ايش اسمك؟ زيد بن زيد. ايش رقمك؟ أبو فتحي. كم عمرك؟ مواليد 87. وين تسكن؟ دار سعد زهرة خليل. ايش تعرف على الموضوع حق سرقة البنك في عبد العزيز؟ أعرف أنه أجى عندي قاسم الهيج قبل العملية بيومين، شل بندقي. تمام. أعطيته البندق، راح يوم العملية اللي هو كان يوم خميس، اتصل بي مع العصر فينك؟ قلت له عند البيت. قال لي سمعت على موضوع البنك؟ قلت له ما سمعت على أي موضوع. قال لي أنا باجي لك. أجا لعند البيت، قال لي هذا البندق لو كنا توفقنا كان بتلاقي بركة، لكن ما توفقنا. قلت له بإيش؟ قال لي العملية كانت مرتبة، لكن الخزنة ما تنفتح إلا على 3 مفاتيح، ونحن لما جينا عاد واحد كان فيه صاحب مفتاح، 2 مش موجودين، والعملية مش توفقت، وكانت العملية مرتبة